تعرف إن في دراسة اتعملت في الولايات المتحدة الأمريكية بتقول إن الدولة بتخسر 650 مليار دولار في السنة نتيجة التشتت أو الديستراكشن. لو عايز تعرف إزاي اتفرج على الفيديو ده للآخر وهتعرف إزاي أنت كمان ممكن تكون بتخسر فلوس كتيرة جدا نتيجة الديستراكشن أو التشتت اللي في حياتك. أنا مينا ضيف والبرنامج ده اسمه، حقيقة إحنا لسه مسميناش اسم للبرنامج ولا عملنا لوجو للبرنامج، في حاجات كتير جدا ناقصة، بس ده مش هيمنعنا إن إحنا نكمل نعمل محتوى على اليوتيوب، لأن ببساطة اللي أنا فكرت فيه إن أنا أبقى فوكسد على الكونتنت دلوقتي، إن أنا أبتدي بالكونتنت وبعد كده مع الوقت أبتدي أعمل اسم للبرنامج، أبتدي أعمل لوجو، أبتدي أعمل براندنج قوي للبرنامج. بس ده مش هيمنعني إن أنا أبتدي، وده لأن أنا اكتشفت أهمية being focused، إن أنا أبقى مركز على حاجة أتقنها وأعملها كويس جدا وبعد كده أدخل على حاجة تانية. فتعالوا كده نبتدي مع بعض الحلقة النهاردة، بس قبل ما نبتدي عايزكم تعملوا سبسكرايب ولايك عشان تقدروا تشوفوا الفيديوهات اللي هنعملها بعد كده وتساعدونا إن احنا نكبر القناة. طيب احنا قلنا إن أمريكا بتخسر فلوس كتيرة جدا نتيجة التشتت. طيب احنا عايزين نعرف تشتت ايه بالظبط، يعني مين اللي بيتشتت؟ أول حاجة التشتت بتاع الطلبة، تاني حاجة التشتت بتاع الموظفين، وتشتت كمان الانتربريونيرز اللي هم رواد الأعمال. في دراسة بتقول إن 79% من الموظفين بيتشتتوا في شغلهم، وإن الموظف بيتشتت حوالي 60 مرة في 8 ساعات عمل، رقم ضخم جدا صح؟ وده للموظفين، مبالك بقى الطلبة. وكمان احنا بنتكلم على دولة أمريكا اللي هي صاحبة أقوى اقتصاد في العالم. طب ازاي بقى حاجة زي التشتت بتخسر دولة زي أمريكا 650 مليار سنويا؟ تخيل كده ان الموظف الامريكي بدل ما هو قاعد مركز على شغله في 8 ساعات، طول ما هو قاعد بيجيله نوتيفيكيشنز على الموبايل، فبيضطر ان هو يشوف الرسالة دي جات له من مين ويرد على الرسالة. بعد كده واحد يجي يدخل يتكلم معاه شوية يضيع له نص ساعة، بعد كده يجي يرجع تاني عشان يشتغل. فعلى ما يبتدي يفكر هو كان بيعمل ايه، بيضيع وقت في انه يرجع للحاجة اللي هو كان بيفكر فيها. فوسط ما هو بيسترجع أفكاره في حد تاني بيجي يشتته وهكذا. الحاجات دي كلها بتأثر على البروجرس بتاع الشخص، وبما إن البروجرس الشخصي أو الفردي قل، فالبروجرس بتاع المؤسسة هو كمان هيقل. والدولة عبارة عن مؤسسات، فلما البروجرس بتاع المؤسسات بيقل الدولة نفسها بتخسر فلوس والاقتصاد بيرجع لورا. وده اللي هيفسر ليه إحنا كمواطنين في الوطن العربي اقتصاد معظم الدول العربية قليل. لأننا أكتر دول استهلاكية، أكتر دول بتستهلك سوشيال ميديا، وأكتر دول مش بتقدر وقتها والتشتت فيها عالي جدا. وتلاقي في ناس بتكلمك وانت في الشغل كتير، أو انت ممكن تروح تضيع وقت حد تاني بإنك تشتته وإنك تكلمه وهو بيشتغل. والموضوع مش بس للناس اللي بتشتغل، كمان الموضوع للناس اللي بتذاكر. تلاقي إنك بتذاكر وفتح الموبايل جنبك جالك نوتيفيكيشنز، فبتضطر انك تبص عليها، او ان حد يجي يتكلم معاك فتسيب المذاكرة وتتكلم معاه شوية، او انك تسيب المذاكرة وتروح تكلم حد. والموضوع كمان بيأثر على صحاب البيزنسز اللي هم الانتربرونيرز، لما يبتدوا يتشتتوا مش بيقدروا ان هم يديروا البيزنس بتاعهم بطريقة كويسة، فبالتالي البيزنس بتاعهم مش بيكبر بالطريقة الكافية. انما في ناس عندها الكلاريتي عالية، الوضوح عالي، اللي هم عارفين هم عايزين ايه، هم فوكست ومش بيتشتتوا بسهولة، قادرين ان هم يوصلوا لهدفهم. سواء لو هم طلبة بيعرفوا ان هم يركزوا في المذاكرة، بيعرفوا ان هم لما يركزوا في المذاكرة يستوعبوا اكتر، فبيتفوقوا على زملائهم التانيين اللي مش مركزين في المذاكرة وبيتشتتوا بسهولة. برضو في الشغل الموظفين اللي بيقدروا ان هم يبقوا فوكسد بيخلصوا التاسكات اللي عليهم بسرعة، فبالتالي بيترقوا أسرع، فبالتالي دخلهم بيزيد أسرع. غير برضو الموظفين اللي بيتشتتوا بسهولة، تلاقي إن هما البروجرس بتاعهم ضعيف فمش بيترقوا بسهولة، وبالتالي دخلهم بيبقى قليل. فعشان كده احنا قررنا نعمل الفيديو ده عشان نتكلم على ازاي نقاوم التشتت، وازاي ان احنا نبقى شخصيات فوكسد ونقدر نوصل لأهدافنا بسهولة. عشان نعرف ازاي نبقى شخصيات فوكسد هحكي لكم كده قصة اتكتبت في كتاب Atomic Habits أو عادات ذرية. الكتاب ده أنا بقراه حاليا. قصة بتقول إن الجيش الأمريكي لما راح يحارب في فيتنام
اكتشفوا إن 20% من الجيش الأمريكي مدمنين هيروين. طبعا رقم ضخم جدا. واكتشفوا حاجة غريبة جدا، إن بمجرد ما الجيش بيرجع لوطنه، نسبة الأدكتس أو الناس اللي هم مدمنين بتبقى أقل من 20% بكتير. فهم كانوا مستغربين ليه الناس بتروح فيتنام بتبقى مدمنة، ولما بترجع تاني الإدمان عندهم بيقل. فلما ابتدوا يحللوا الظاهرة دي، لقوا إن في 4 حاجات متوفرة في بيئة فيتنام بتخلي الناس اللي هم في الجيش الأمريكي يبقوا مدمنين هيروين. أول حاجة إن الحاجة دي واضحة أو obvious، يعني لقوا إن بسهولة جدا إن أفراد الجيش الأمريكي يجيبوا هيروين وهم في فيتنام، على عكس أمريكا صعب جدا إن الشخص يحصل على الهيروين. تاني حاجة، لقوا إن العادة دي attractive، أو الأكشن دوت attractive وجذاب في فيتنام، عكس أمريكا. يعني البيئة اللي عاملينها في فيتنام بتشجع أي شخص إنه يدمن هيروين. في تشجيع، في social acceptance للأكت ده، على عكس أمريكا اللي بتشوف إن الشخص اللي بيشرب هيروين أو اللي مدمن هيروين شخص مش كويس، وده بيعمل سلوك مش كويس. تالت حاجة إن الحاجة دي سهلة، يعني في فيتنام سهل جدا إن هو يحصل على الهيروين وإن هو يبقى مدمن، إنما في أمريكا الموضوع صعب. رابع حاجة طبعا إن الهيروين دوت كان حاجة مشبعة بالنسبة لهم، لأن كان في ستريس قوي جدا نتيجة الحرب، وخاصة كمان إن أمريكا كانت بتعاني في فيتنام في إن هي تنتصر. فده كان عامل ستريس قوي جدا على الجنود الأمريكان، وكان مخليهم إن هما لما بيدمنوا الهيروين دوت بيحسوا بإحساس كويس، على عكس في أمريكا هو مش حاسس أصلا بإن في ستريس، فبالتالي هو مش هيحتاج الهيروين في حاجة. عشان كده الموضوع بالنسبة له في أمريكا ما كانش satisfying أو مشبع، لكن في فيتنام كان satisfying ومشبع. ال4 حاجات دي اتكلم عنهم في كتاب Atomic Habits، إن الشخص لو عايز يكون عادة جديدة، لو اهتم بإن الحاجة دي تكون obvious يعني واضحة، وتكون attractive يعني جذابة، وتكون easy يعني سهلة، وتكون satisfying يعني مشبعة. لو الشخص ركز على الحاجات دي هيعرف يكون عادة جديدة. ولو حد عايز يبطل عادة فهيعمل عكس ال4 حاجات دي، يعني بدل ما الحاجة تبقى واضحة هو هيحاول يخليها مش واضحة. ومن هنا بدأوا علماء النفس إن هم يدركوا أهمية البيئة على التكوين بتاع العادة. ولقوا إن تأثير البيئة أقوى كتير من تأثير السيلف كنترول، أو إن الشخص يتحكم في نفسه. يعني نفس الأشخاص اللي كانت مدمنة في فيتنام بقوا ناس طبيعية جدا في أمريكا. يعني إحنا كل اللي غيرناه هو البيئة، هما ما غيروش أي حاجة من جواهم. الحقيقة ده اللي إحنا هنستخدمه النهاردة في الحلقة عشان نحارب التشتت، وإن إحنا نبقى أشخاص فوكسد وإنتاجيتنا تزيد. فتعالوا كده نتكلم مع بعض على شوية حاجات هتساعدنا في إن إحنا نتحكم في البيئة اللي حوالينا، بحيث إن إحنا نزود من إنتاجيتنا. أول حاجة هي السوشيال ميديا. حاجة طبعا من الحاجات اللي بتشتتنا، أكتر حاجة بتشتتنا هي السوشيال ميديا. لو واحد باي ديفولت كده ساب الموبايل بتاعه على الحاجات الديفولت، هيلاقي إن الفيسبوك كل شوية يبعت له نوتيفيكيشنز، الواتساب عمال يبعت له نوتيفيكيشنز، هيلاقي النوتيفيكيشنز كتيرة جدا. يعني كل دقيقتين 3 ممكن واحد كل دقيقة يجيله نوتيفيكيشن. فلو هو بيعمل حاجة هيضطر يسيب الحاجة اللي هو بيعملها عشان يشوف الحاجة اللي جاية له دي مين اللي باعتها، ويبتدي كمان يرد على الرسائل اللي بتجيله ويضيع وقته أكتر. طيب حاجة زي كده، الحاجة دي obvious، يعني الحاجة دي واضحة لأن النوتيفيكيشن بيعمل صوت ورنة، فأنت بتسيب اللي في إيدك عشان تشوف الحاجة دي. تاني حاجة هي attractive، أنت كمان نفسك تعرف مين اللي بعت الرسالة. وكمان الحاجة دي سهلة جدا، إن أنت بمجرد ما تفتح الموبايل تدوس على الرسالة تعرف مين اللي بعتها وبعت بيقول إيه. فالسهولة دي بتخلي إنك مفيش أي ريزيستنس كده جواك من إنك تروح تمسك الموبايل وتشوف هو مين اللي بعت الرسالة. زي ما الحاجة دي سهلة، إحنا نقدر نخليها صعبة. زي ما التكنولوجي خلت الحاجة دي سهلة جدا، إحنا بنستخدم برضو التكنولوجي في إن إحنا نخليها صعبة. طيب هنخليها صعبة ليه؟ طبعا ليه؟ عشان خاطر مبقاش كل شوية بروح للسوشيال ميديا وأشوف هو في إيه الجديد. وهنقول برضو طريقة تخلينا نعمل تشيك كده على السوشيال ميديا بطريقة لطيفة، بحيث إن هي ما تخليناش نضيع اليوم كله أو وقتنا كله في السوشيال ميديا. فأول خطوة هي إنك تعمل turn off للنوتيفيكيشنز. دي سهلة جدا، إنك هتروح في كل application
تروح مثلا الفيسبوك تعمل turn off للنوتيفيكيشنز فيه عن طريق او انك هتروح للواتساب وهتشوف كل الجروبس اللي مشترك عليها وتعمل turn off للنوتيفيكيشنز اللي بيجيلك منها، لان غالبا الجروبس هي اكتر حاجة بتبعت نوتيفيكيشنز كتير. طب لو انت مش عايز انك يفوتك حاجات على الفيسبوك او على الواتساب تعمل ايه؟ الموضوع بسيط جدا. هتحدد وقت معين في اليوم، مرة او مرتين او 3 مرات، مفيش مشكلة، انك هتفتح في الوقت دوت الواتساب، هتشوف تعمل تشيك على كل الرسائل مرة واحدة وبسرعة. هتدخل على الفيسبوك تعمل تشيك على الحاجات الجديدة اللي جاتلك او الرسائل الجديدة اللي جاتلك في وقت معين. يبقى انت كده في الوقت اللي انت كنت بتذاكر فيه، في الوقت اللي انت كنت بتشتغل فيه، مفيش رسائل جايه لك، انت مركز، البرودكتيفيتي على حاجه. طيب بالنسبه للمكالمات، لو بيجيلك مكالمات كتير كل شويه تعمل ايه؟ حاجه برضو كويسه ممكن تعملها هي نفس التكنيك، انك مش هترد على التليفونات، هتجمع التليفونات كلها مره واحده، تقعد كده في وقت خلاص انت خلصت شغلك فيه وتشوف مين اللي اتصل بيك، وبعد كده تبتدي تكلم الناس دي تسأل عليهم الدنيا تمام. يبقى انت كده وفرت برضو في الوقت انك كنت بنركز فيه انك ما تشتتش. يعني انا دلوقتي بصور الفيديو ده عامل الموبايل ايربلان مود، وانا بجهز السكريبت كان في زميل بيتصل ليا انا ما ردتش عليه، هخلص فيديو وهشوف انا ورايا ايه باقي اليوم، بعد كده هتصل بيه عشان خاطر ما شتتش نفسي، لان انا ممكن ارد عليه، لو رديت عليه مش هعمل الفيديو دوت، ولو ما عملتش الفيديو دوت القناة مش هتتطور مش هتكبر، هبقى في نفس السايكل او في نفس الحياة اللي انا فيها مش هتتطور. لكن بقرار بسيط جدا ان انا لا، انا مش هرد على التليفون ده دلوقتي، هكلم الشخص دوت بعد كده. ده قرار بسيط لكن هيفرق جدا معايا وفي مستقبلي. حاجة مهمة برضو في تغيير البيئة بتاعتنا هي إنك تعمل مكان لكل حاجة. يعني ما تخليش المكان اللي أنت بتعمل فيه activities مثلا زي اللعب هو المكان اللي أنت بتذاكر فيه، هو المكان اللي أنت بتعمل entertainment لنفسك فيه، هو نفس المكان اللي أنت بتنام فيه أو اللي أنت بتاكل فيه. طب ليه؟ لأن المخ أنت بتلخبطه لما بتعمل كذا اكتيفيتي في نفس الوقت. يعني مثلا لما بتيجي تذاكر على السرير وبعد كده تحاول إنك تنام، هتلاقي في صعوبة في إنك تنام، وفي نفس الوقت في صعوبة في إنك تذاكر، تلاقي وأنت بتذاكر بتنعس، وأنت بتحاول تنام مش عارف تنام، لأنك لخبطت مخك. هو مخك مش عارف المكان دوت دلوقتي هو المفروض ينام ولا المفروض يذاكر. فاعمل لنفسك مكان تذاكر فيه بعيد عن المكان اللي انت بتنام فيه. اوعى تذاكر على السرير، لانك كده انت مش هتقدر تركز كويس في المذاكرة، وفي نفس الوقت لما تيجي تنام مش هتعرف تنام. المكان اللي انت هتذاكر فيه او اللي انت هتشتغل فيه لازم يبقى خالي من اي نوع من انواع المشتتات او الديستراكشنز، زي التلفزيون مثلا، او انه يبقى قريب من اخواتك مثلا او ناس بتتكلم كتير. ولو هدفك انك تلعب رياضة مثلا، فاعمل مكان للرياضة، حتى لو هتحط في المكان ده مجرد دمبلز يبقى قريبة من الحتة اللي انت آه بتعدي عليها كل يوم، فكل ما تشوف الدمبلز هتفتكر انك تلعب رياضة، وهتقدر تكون عادة انك تستمر في لعب الرياضة. فالفكرة انك تعمل مكان مخصص لكل حاجة انت عايز تستمر عليها، فالمكان ده لما يبقى قريب هيبقى obvious، هيبقى واضح يعني، وهيبقى attractive، فجذاب انك تعمل الحاجة دي. يعني مثلا attractive انك تخلي مكان ده نظيف، تخليه منظم، بحيث انك تبقى متشجع انك تعمل الحاجة دي. يعني مثلا تخيل كده لو نفسك تقرا، والكتاب اللي انت المفروض تقرا فيه انت حاطه في مكان زي مثلا فوق الدولاب، فانت عمرك ما هتقرا الكتاب ده. طيب يبقى المكان بيفرق. طب لو لو حاطه في مكان كويس مثلا قدامك، بس الكتاب ده من كتر ما انت مش بتقرا فيه فهو عليه كمية رمد كده، او حاطط فوقيه كتب تانية مثلا، فانت الكتاب دوت مش هيبقى اتراكتيف انك تفتحه. على عكس لما يكون الكتاب دوت قدامك نضيف محطوط في مكان قريب منك، فهيبقى obvious وهيبقى attractive انك انت تقرا الكتاب ده. حاجة تانية مهمة جدا هتساعدك في انك تبقى مركز focused وتقلل التشتت هي الفيجوال ريمايندرز. في دراسات اتعملت بتقول ان في 50% من طاقة عقلنا بتستخدم في المعالجة البصرية. يعني عينينا دي بتستهلك 50% من تفكيرنا كل يوم، وعشان كده احنا ممكن نستغل الطاقة دي اللي هي رايحة للعين
في إن إحنا نعمل دايما visual reminders، يعني بنعمل حاجات دايما بتفكرنا بإيه الأهداف بتاعتنا. أسهل حاجة تطبق بيها الموضوع دوت هو إنك تشتري وايت بورد ماجنتيك، مثلا ماجنتيك وايت، وأنا برشح الماجنتيك وايت بورد. تشتري الوايت بورد وتكتب عليها الأهداف بتاعتك اللي أنت عايز توصل لها، وتكتب التو دو ليست بتاعك، وتكتب كل حاجة أنت هتعملها إمتى. يعني ما تكتبش مثلا أنا عايز أقرأ كتاب، أو أنا عايز أذاكر، أو أنا عايز أشتغل على المشروع دوت وخلاص. لا، اكتب أنا هعمل ده إمتى. يعني مثلا أنا هشتغل على المشروع ده يوم الخميس الساعة 7، فكده انت محدد الوقت دوت للحاجة دي. لأن غالبا لو ما حددتش وقت لكل حاجة وكتبت تاسكس بس، غالبا هتلاقي فيه distractions تانية أخدت مكان الحاجة اللي انت عايز تعملها. فأنصحكم جدا لو ما عندكوش وايت بورد، ماجنتيك وايت بورد، انكم تشتروا ماجنتيك وايت بورد. هسيب لكم لينك في الديسكريبشن تحت لو عايزين تشتروا وايت بورد كويسة. انا دخلت وشفت ان الوايت بورد دي كويسه، فلو اشتريتوها تبقى مناسبه جدا ليكم. طيب انت دلوقتي ظبطت بيئه العمل بتاعتك او البيئه عامه اللي حواليك في انك بانك قللت النوتيفيكيشنز، وجبت وايت بورد وكتبت عليها الاهداف بتاعتك اللي انت عايز توصل لها، وحددت الاهداف، وحددت التو دو ليست بتاعك، وهتعمل الحاجات دي امتى، وحددت الحاجات اللي انت عايز تشتغل عليها. لقيت نفسك بقى بتدخل في مشاكل تانية نتكلم عليها دلوقتي. أول مشكلة ممكن تقابلك هي البروكراستينيشن أو التسويف. يعني تلاقي نفسك كده في ريزيستنس أو مقاومة داخلية بإنك مش عايز تعمل الحاجة دي، مش عايز تذاكر، مش عايز تبتدي في مشروع معين. فلما تلاقي نفسك بتسوف دايما اسأل نفسك أنت بتسوف ليه. واجه نفسك. تلاقي حاجات كومون زي مثلا إن الحاجة اللي أنت عايز تعملها دي كبيرة جدا، بروجكت كبير، فانت كل ما تفكر يا لسه هعمل كل ده، او ان الوقت اتاخر. يعني مثلا عايز تذاكر وخلاص ما فضلش غير اسبوعين على الامتحان، فحاسس ان الوقت بيجري بيك وانت ملحقتش تعمل حاجه. او لو مثلا بتعمل مشروع بس ما عندكش امكانيات المشروع ده، فبتأجل تقول لا مش الوقت المناسب ان انا ابتدي مشروع النهارده، او تقول طيب انا هبتدي بس هستنى الحاجه الفلانيه دي. يعني مثلا بالنسبة لي أنا بصور فيديوز، ممكن أقول إيه لأ أنا مش هبتدي غير لما يبقى بس عندي اسم للقناة، ويبقى عندي كاميرا ومايك، يبقى عندي استوديو. مش هبتدي غير لما يكون عندي الحاجات دي. حاجة تانية برضو منتشرة هي إنك تقول في حاجات أهم أنا محتاج أعملها، هعملها الأول، بعد كده أشوف الحاجات دي في الآخر هبقى أعملها، وفي الآخر أنت مش بتلاقي وقت للحاجات المهمة فعلا. طيب دي كده مشاكل التسويف. عشان نحل مشكلة التسويف، الفكرة بتبتدي من عقلنا، بإن إحنا نغير طريقتنا في التفكير، بنغير معتقداتنا عشان نقدر نعمل الحاجة في الوقت الصح. أول حاجة لازم تعرف إن it's never too late. يعني ناس كتيرة جدا بتتكلم على it's never too late، بس هي فعلا it's never too late. مفيش وقت مناسب أكتر في إنك تبتدي غير دلوقتي. في ناس ممكن يبتدوا مذاكرة بعديك ويجيبوا درجات كويسة، في ناس ممكن يبتدوا مشروع بعديك ويوصلوا. فأنت لو ابتديت النهاردة هتقدر توصل للي أنت عايزه. أما بالنسبة لو أنت شايف الحاجة كبيرة قوي، فأنت محتاج تقسمها لبورشنز أو أجزاء صغيرة جدا، وتبتدي تقول أنا هعمل البورشن الصغير ده بس. هتلاقي نفسك مع الوقت حاجات صغيرة اتجمعت مع بعض عملت حاجة كبيرة، فالحاجة الكبيرة دي حمستك، فلقيت نفسك عمال تكمل، ومع الوقت المهارات بتاعتك بتتطور. فالجزء الصغير اللي انت كنت بتعمله في الاول بقى كبير. زي مثلا واحد بيروح الجيم في الاول بيشيل 2 3 كيلو، بعد كده ممكن يشيل 20 30 كيلو. هو لو راح في اول مره الجيم وقال انا هشيل 30 كيلو مش هيقدر. فلازم نبتدي باجزاء صغيره، ومع الوقت هنلاقي طبيعي جدا ان الجزء الصغير دوت بيكبر وبيبقى حاجه كبيره. يعني مثلا لو طبقنا دوت في المذاكره، لو انت عندك كتاب 300 صفحه، كل ما تبص على 300 صفحة هتبقى حاسس بإحباط. لكن لو قلت أنا هحط هدف إن أنا هقرا 3 صفحات كل يوم، فالنهاردة هقرا 3 صفحات وبكرة 3 صفحات، هتلاقي مع الوقت لقيت نفسك قريت 20% من الكتاب. مع الوقت تلاقي نفسك قريت الكتاب كله بمجرد ما خدت قرار إن أنت هتقرا حاجة صغيرة جدا كل يوم. لكن لو مقريتش خالص هيفضلوا 300 صفحة معاك ومش هتخلص. حاجة برضو مهمة بتشتت ناس كتيرة هي التوكتيف بيبل، اللي هو الناس اللي بتتكلم كتير، أو يكون هو الشخص التوكتيف اللي بيكلم الناس كتير. عشان نتغلب على المشكلة دي لازم في كل حوار يبقى في حاجة كده شغالة في الباك جراوند بتفكرنا هو الكونفرزيشن أو الحوار اللي احنا بنتكلمه ده هيوصلنا لإيه. أنا ليه داخل دلوقتي في حوار مع الشخص ده؟ فلو لقيت نفسك
في حوار مجرد انت بتعمل جوسب او بتدين شخص تاني، فحاول ان انت تبطل على طول الحوار دوت او توقفه. وهنتكلم دلوقتي عن طرق ازاي توقف بيها الحوار اللي انت فيه بطريقة ما تجرحش الناس اللي معاك، وفي نفس الوقت تحافظ على وقت. لو انت في حوار داخل في حوار مع حد ومش عايز تكمل، اول حاجة ادي نفسك فرصة وادي اللي قدامك فرصة ان هو يتكلم من غير ما انت تقول اراء. يعني لو الشخص يتكلم وانت فضلت تقول اراء، هو هيروح عامل كومنت على الفكرة اللي انت او على الرأي اللي انت قلته، وبعد كده تروح انت قايل كومنت تاني، فتلاقي ان الحوار مال يكبر. ما تديش حاجة اللي قدامك ان هو يتغذى عليها، يعني هو سيبه يتكلم. وطبعا انا مش بقولك ان انت ما تسمعوش، اسمعه، بس بعد كده اقف بوينت وقول له اوكي انا فهمت انت بتتكلم في ايه، او فهمت الرسالة اللي انت عايز توصلها لي، انت عايز تقول كذا كذا كذا، انا فهمتك كويس جدا. بعد ما تقول له كده قول له بس انا اسف، انا هضطر ان انا اسيبك دلوقتي عشان في حاجه انا هعملها، او عندي ميتنج، او في بروجكت هشتغل عليه دلوقتي. فانت كده وصلت للي قدامك رسالتين: رساله ان انت سمعته فعلا، فالشخص هيحس ان هو اتسمع فهيبقى مبسوط، وفي نفس الوقت وصلت له رساله انك انت تحترم وقتك، وان انت ما ينفعش انك تكمل في المحادثه دي اكتر من كده. فهو خلاص هيديك فرصة انك تسيبه، لان انت اديته اللي هو عايزه، اديته الاحساس بان هو يحس ان هو مسموع. الحقيقة في طرق تانية كتيرة ممكن تساعدنا ان احنا نبقى فوكسد و avoid الديستراكشن، او ان احنا ما نبقاش مشتتين. بس حاسس ان الحلقة طولت قوي، وغالبا انتوا وراكوا حاجات كتيرة عايزين تعملوها، فعشان ما شتتكمش اكتر من كده ممكن تطبقوا اللي احنا، أو ممكن نطبق مع بعض الحاجات اللي احنا قلناها. وفي فيديوهات تانية ممكن نكمل نتكلم على التشتت من زوايا تانية مختلفة، وإزاي ممكن إن احنا نقلل التشتت في حياتنا. لو عايزين تشوفوا الفيديوهات التانية اللي هنعملها، أشجعكم تعملوا سبسكرايب على القناة، وتعملوا لايك للفيديو دوت عشان تشوفوا فيديوهات زي كده تاني، وعشان تساعدونا إن احنا ننتشر. شكرا ليكم، وأشوفكم الفيديو الجاي.